علمي ابنك من وهو صغير إن أخته مش بنت وخلاص، دي حتة من قلبه وحتة من قلبك انت يا ماما. علميه إن اللي بيزعلها بيزعلك، وإن اللي بيفرحها بيفرحك. علميه يمد إيده ليها بالحب مش بالقسوة. علميه إن الرجولة مش إنه يتحكم فيها، الرجولة الحقيقية إنه يحميها ويسندها ويصونها ويصلي ويدعي ربنا يحفظها. قوليله: يا ابني، أختك دي أمانة في رقبتك، لو أنا مشيت من الدنيا خلي بالك منها، زي ما كنت أنا بخاف عليها خاف عليها، وأوعى تسمح لحد يبوظ العلاقة بينك وبينها. حتى لو مراتك اللي بتحبها لو شحنتك ضد أختك، اسأل نفسك: هي بتحبك ولا بتكره اللي بيحبك؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنبدأ مع بعض أول حلقة من سلسلة علمي ابنك، والحلقة بعنوان أختك حتة من قلبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم قوي، موضوع بيخص كل بيت وكل أسرة وكل واحد فينا. يا ترى الأخت ليها حقوق على أخوها، والأخ ليه حقوق على أخته؟ أكيد ليهم، وحقوق كبيرة كمان. وده مش كلام عاطفة، ده كلام دين وكلام عقل وكلام ربنا سبحانه وتعالى. الأخت مش مجرد أنثى في البيت، دي ريحة الأم وعبق الأب، دي رزق من ربنا. ساعات يكون عندك زوجة مش كويسة تحاول تكرهك في أختك، تشحنك ضدها، تبعدك عنها، وتخلي العلاقة بينكم تبقى مشوهة. بس خليك فاكر، الأخت دي رزق وسند وحنان، ولو فرطت فيها هتندم يوم ما تلاقي نفسك لوحدك وهي اللي كانت بتحبك بصدق. ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن: إنما المؤمنون إخوة، يعني إحنا كلنا إخوات في الدين، فما بالك بالإخوة اللي من نفس الدم واللحم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يعني لو بتحب الخير لنفسك لازم تحبه لأختك ولأخوك. تعالوا نشوف كده شوية من حقوق الأخت على أخوها. أول حاجة الاحترام، بلاش تهينها أو تزعق فيها أو تجرحها بكلمة، كفاية عليها تعب الدنيا، عايزة تحس إنك ظهرها وسندها. تاني حاجة الحماية، إنت راجل البيت وأختك محتاجة تحس بالأمان وهي جنبك. تالت حاجة الميراث، بلاش تاكل حقها ولا تقول أنا صرفت على البيت أو ده حقي. ربنا قال: للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني البنت ليها حق واضح ما ينفعش تمنعه عنها مهما حصل. واوعى تسمح لزوجتك أو لأي حد إنه يفرع بينك وبين أختك. اللي تبيضك في أختك دي مش ست، دي شيطان على هيئة بشر. الست الجدعة هي اللي تخلي جوزها يبقى حنين على أهله، مش العكس. وزي ما أم سيدنا موسى قالت لأختها قصيه، ربنا هداها إنها تتابع أخوها، وهي اللي كانت سبب في رجوعه لأمه. تخيل لو ليوسف عليه السلام كان عنده أخت، كانت دورت عليه وسألت وحفرت الأرض علشان توصله، إنما إخواته رموه في البير وحسدوه. الأخت عمرها ما تعمل كده، الأخت قلبها ما بيعرفش القسوة على أخوها. بس للأسف في حاجات بتحصل النهاردة تخلي الواحد يزعل. أم تمنع البنت من ميراثها علشان ما يروحش لجوزها. طب هو إيه جرمها؟ مش من حقها تاخد نصيبها زي ما ربنا قال؟ الورث ده مش لعب، ده فرض من عند الله. أنا بتمنى أي حد يموت بعد الدفنة والتعزية اليوم الرابع يقسموا التركة، علشان ما يبقاش في زعل ولا ضغينة ولا قلوب تتغير. ساعات الحزن بيجمع الإخوات، بس الوقت لما يطول كل واحد بيروح لطرف والشيطان بيدخل. وواحدة تقول لأخوها أختك هتاخد حقك، وواحد يقول لأخته أخوكي بخيل ومش هيديكي، وخلاص القلوب تبرد والإخوات يضيعوا. ارجع لأختك وادخل عليها السرور، اسأل عليها، احضنها، ساعدها، دي أضعف منك، محتاجة تحس إنك لسه ظهرها بعد موت أبوكم. لو أبوك كان عايش كان قالك وصيك بأختك. نيجي بقى
للجزء التاني. هل الأخ ليه حقوق على أخته؟ طبعاً. الأخ بطبعه راجل، بس محتاج احترام. الأخت لازم تحترمه، سواء كان أكبر أو أصغر، وما تتدخلش في حياته ولا تحاول تراقبه أو تفرض رأيها، وتراعي إن غيرته ما تحولش المشكلة أو مرض يقطع الرحم. يعني لما يتجوز ما تخليش غيرتك على أخوك تخلي علاقتكم تبوظ. وخلي بالك، في زوجات برضو بيغيروا من أخت الزوج، وفي إخوات بيغيروا من زوجة الأخ، والموضوع بيوصل لكره وعداوة وقطع رحم، وده حرام. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. يعني اللي عايز عمره يطول ورزقه يزيد يوصل رحمه، ما يقطعش صلة الدم اللي بينه وبين أهله. فلو سمحت، لو عندك أخت خليك رحيم بيها، ولو عندك أخ كوني دايما عونه. الدنيا صعبة ومفيش حد بيشيل حد زي الأخ أو الأخت. اللهم اجمع بين الإخوة والأخوات على طاعتك، وارزقهم الرحمة والبر، وما تخليش الدنيا تلهينا عن اللي فعلا بيحبونا. اللهم احفظ لنا أهلنا واكتب لنا رضاك في كل خطواتنا. ودي كانت أول حلقة من سلسلة علمي ابنك، سلسلة تربية ووعي لكل أم بتحب تزرع في ابنها الرحمة والرجولة، مش السيطرة والأنانية. استنونا في الحلقات اللي جاية، واكتبوا في التعليقات تحبوا نكلم أولادنا عن إيه كمان، وشاركوا الفيديو مع كل أم علشان كل بيت يبقى فيه حب ورحمة، مش خصام وقطيعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم بخير.